ذكرنا في السابق أن لكل رياضة لها بداياتها، لها إنجازاتها، ولها تاريخها. رياضة الجودو تكلمنا فيها في الجزء الأول، وذكرنا أن كانت بداية انطلاقها عام 1997، وبعد النتيجة الإيجابية تم ضم رياضة الجودو تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية، وبعدها تمت بشكل رسمي ضمها إلى الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس عام 2002. وتبتدي من هني رحلة ومسيرة رياضة الجودو، وطريقها إلى الإنجازات لغاية ما وصلت إلى أولمبياد باريس لأول مرة في تاريخ عام 2024. وبفضل دعم السلطات الرياضية في مملكة البحرين لرياضة الجودو، شاهدنا التطور الكبير اللي وصل لها الجودو البحرينية. صرنا نكتسح جميع المنصات العالمية، ولا يمكن لأي رياضة أنها توصل إلى أهدافها أو إلى إنجازاتها بدون دعم من قبل السلطات الرياضية. أشوفكم في حلقة قادمة وفي تاريخ قصة رياضية ثانية مع رياضة ثانية. فما الله.